يا جماعة، لقيت كده موقف حصل بما ان الواحد كان مطبق على فيديوهات اللي هو الغربية. فلان اتمسك، الحق اسمه بلاد دكرور، هوب 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 يلا الرجالة اتمسك. ايه يا عم مسكوا 3 صوابع حشيش؟ يا ابني ممسوك فين؟ تمام. قلت انزل على الاسم مثلا على الراجل الطيب بتاعنا ده، اخباره ايه؟ الدنيا كده ها. قال لك ننزل نيابة عشان ساعات العيال بتمسكوا بيبقى عنده معلومة يقوم راكنه. يقعد معاك كمية محترمة يستنى بقى ما يمسكوش تلبس، يبعت تجيب إذن نيابة يعني. في كده يقوم راكن الواد عنده، او انا باعت فاكس بقى واقول ان الواد محبوس ولغايه دلوقتي، فبقى انا الفاكس بتاعي سبب ميعاد البحث. المهم نزلت طلعت المباحث فوق، لقيت الدنيا قال لك لا نيابه يا باشا، الواد ايه المحضر اتعمل واتقفل واتبعت نيابه والواد نازل نيابه مسائي عادي. مليون تحقيق نيابه ومليون حيازه بغرض الاتجار حصلت، مش هيفرق يعني معانا. المهم رحنا النيابه في تاج الدول في ظهر اسم البابا كده. دخلنا على الحرس، لقيت فين المعلم اهو. ايه اللي اتمسك معاك يا معلم؟ المهم 3 صوابع حشيش في علبة سجاير من لبورو وسنة افيون. دخلت على وكيل النيابة امسك المحضر، ماليش الا 3 صوابع حشيش. المهم دخلنا التحقيق، اتفتح سين وجيم، هات يا ابني ورقة وقلم، هات بطاقتك سين وجيم، اسمك سنك بياناتك. المهم وصلنا فما هو قولك فيما هو ايه منسوب اليك بحيازة ال3 صوابع حشيش. قال له الواد نسي المحضر ونسي كل حاجة وناسي ان احنا هننكر اساسا وناسي الحيازة كلها. المهم ماسك في ايه؟ كان 3 صوابع حشيش وفي سنة افيون يا باشا في علبة السجاير. يا ابني يا حبيبي احنا كده كده هننكر. قال له يا باشا ماشي احنا كده كده هننكر، ما قلناش حاجة، بس في سنة افيون انا عايز اعرف مين اللي غفلني وخدها. يا حبيب قلبي اهدى، ربنا يهديك يرضيك. ما فيش وكيل النيابه يهدي فيه يقول له على فكره انت لو عامل النمره دي عشان تاخد براءه، بطلوا الحوارات القديمه دي بقت بلدي وقديمه وما بتمشيش خلاص. قال له يا باشا والله بقول لك، والواد قديم وسوابق ومسجل، رسلك ضباط المباحث كلهم. قال لك يا باشا بص فلان بيه لا ده ما بيشربش السيجاره. طب ممكن نخش في تحقيقنا. المهم وكيل النيابه متعصب بيقول للواد ايه؟ يا ابني اهو ادي علبه السجاير اهو وال3 صوابع. قال له يا باشا لا كان في بقى تحت عامل فرشه بتبطيله كده تحتها في سنه افيون. وكيل النيابه خبط علبه السجاير، قال له يا ابني ما فيش اهو، بيخبط علبه السجاير وبيعمل بصباعه كده هوب لا حته ورقه، قام شايلها لا سنه الافيون. فلا الواد لا اشهد ان لا اله الا الله، المال الحلال ما بيروحش. قلت له ده انت هتلبس اه، ده انت حقك يعملوا لك بص تمثال في المخدرات يعني، ده انت اللي زيك المفروض يعني. بص انا عايز اقول لك ايه، خلانا انا وكيل النيابه قاعدين نضحك ونخبط كف على كف. اقسم بالله الواد يقول لك بص فلوس المخدرات الحلال ما بتروحش يا ابني. طبعا مشكورين، كتر الف خير المعلم. احنا هنرجع وهيتعدى ضبط المحضر وهيرجع الحرز تاني يتسلم وشغلانه ما يعلم بالله ربنا، وعايز والنيابه هتقوم بواجبها ولسه هنكمل تحقيق بكره. بس انا عندي ناس الله يهديه الله يهديه. بس عامة قلت امسي عليكم واحكي معاكم وليلتكم زي الفل، عشان لسه طالع من النيابة ولسه الموقف ده حصل معايا. واحلى مسا الناس حبايبنا واصحابنا كلهم، ناس محترمين في نيابة بولاق واسم بولاق. بس ربنا يقوينا على اللي بنشوفه يا جماعة. يلا ليلتكم زي الفل ان شاء الله.